كي كتشوفوا ملي خرج من الفران سخون غزاله البنات، شديتو قطعتو طريفات صغار وقديتو كي تشوفوا جا زوين. تنتمنى تجربوه. هنا بسم الله على بركه الله غادي نبداو. غادي ناخذوا اول حاجه غناخذوا واحد الوقيله ونديروا فيها البصل قطع طريفات صغار، نزيدوا عليها الزيت ونحمروها شويه تاخذ لينا واحد اللون الذهبي اللي تنحمقوا عليه. صراحه تعجبني البصله انا ها كناكلها لا كانت محمره بهذا اللون الذهبي. ما تنساوش ان راه تعطي واحد المذاق زوين وجربوها وردوا عليا. اول شغله غادي نديروا البصله هي الاولى نحمروها ونحطوها على جنب. عاد غادي نبداو نوجدوا اللحم ديالنا الدجاج. هنايا خديت الدجاج الصدر ديالو، القزبر، الثومه كي تشوفوا. غناخذ ديالي المونيكس ديالي ندير فيها الصدر تاع الدجاج، نزيد عليها البصله اللي ديجا كنت انا حمرتها خدت داك اللون الذهبي. ندير عليها القزبر ولا المعدنوس اللي عندكم، بيضه وحده، الثومه والتوابل. غديروا التوابل اللي تتعجبكم اللي تتعجبكم في الدجاج. المهم انا خديت هنايا الحرور، درت الهريسه، درت السكنجبير، الابزار، التحميره، شويه القرفه، شويه ماشي بزاف، والابزار كما قلتها في المره الاولى، والخرقوم البلدي، ودرت واحد شويه الزعفران شعره. يعني بالنسبه للتوابل غديروا اللي بغيتو. وهنايا درت واحد المعلقه ديال المطارد. ما تنساوش المعلقه ديال المطارد، اللي تيبغي النسبه ديال المطارد ما ينساش يدير معلقه ديال المطارد تجي زوينه. اللي تياكلها تتبقى اختياريه. هنا درت واحد المعلقه ديال الزعتر صغير، حكيته ودرته صافي. ملي طحنتها مزيان كي تشوفوا طحنت كل شيء، حاولت نختصر كي تشوفوا هي طحنات مزيان. من بعد غادي نقادها مزيان كي تشوفوا، وغادي نغطيها ونخليها ترتاح واحد شويه تقريبا نصف ساعه. هكا غادي ديروا ليها حتى تكون تقريبا نصف ساعه، ونخلي ماشي بالزربه كتصايبوها كتقطعوها، لا صايبوها لا، خليوها واحد نصف ساعه. غادي نمشي هنايا غادي نوجد شي حاجه اللي غنعمر بها من الداخل. غتعمروا باي حاجه بغيتو. المهم انا درت عندي اللي عندي في الدار، درت عندي الكاشير ولا مرتديلا ولا كي تقولوا لي، قطعتو طريفات صغار. حتى عندكم السلامي ديروه، حتى اي حاجه الزيتون اي حاجه عندكم. انا سبيناج حتى هو تيجي زوين، سبيناج مع الدجاج. خديت انايا هذا اللي عندي في البيت وقطعته طريفات ووجدته ان شاء الله مع شويه الزيتون. نقطع طريفات الصغار اللي عندي في الدار ودرته. هنايا خديت يديا دهنتها بالزيت، زدت عليها شويه الزبده، الزيت والزبده اللي درت انا في يديا. دهنت الباك بابيا ديال الفرن، وغادي نحط داك الخليط ديالي اللي طحنت ديال صدر الدجاج. غادي نحطو نقادو مزيان تياخذ لي واحد الفورمه تكون رقيقه ما تكونش غليظه. كي تشوفوا تنقرص فيه هكا تنخبطو مع الارض حتى يكون رقيق صافي. من بعد غادي ندير في الوسط هنايا كي تشوفوا غادي ندير دابا المرتديله اللي ديجا قطعتها قبل. هنا خديت الزيتون، انا عندي الزيتون درت الزيتون اختياري، تيبقى اختياري. اللي بغى يدير شي حاجه بالوسط يعمروا اي حاجه يديرها يعمر. انا عمرت بالمرتديلا وعمرت بالزيتون كي تشوفوا شتي. وهنايا درت شويه الفرماس يعني الكيزه درته في الوسط. وغادي نبدا دابا نرولي في الدجاج ديالي اللي طحنت كي تشوفوا كي جا غزال. ها هو تروله جمعتهم. ما تحيدوش البابيه، خلوه عليه ودهنوا يديكم بالزيت. دائما دهنوا يديكم بالزيت باش تقاد لكم الرولو ديالكم صافي. هنايا عاودت عليه باك بابيه واحد اخر باش يتجمع ليا مزيان. شتي كي جا مرولي مقاد زوين. من بعد غندير عليه بابيه الومنيوم من الفوق، ونحاول ندور عليه غير بشويه. شتي كي غادي تندور وانا تنقاد في يديا وتنزير من الجناب باش يجمع ليا ويشد ليا واحد الفورمه مقاده اللي بغينا حنايا باش يدخلوا بعضياتهم. عاودتهم هنايا ببابيه الومنيوم وزيرت عليه مزيان. وغادي نحطو دابا في الثلاجه يعني في البراد يبرد وياخذ لراسو مزيان. وعاد غادي نجي نديرو في الفران.
هنايا ملي دخلته الفران على درجه 180 درجه صراحه جا غزال كي تشوفوا، جا زوين البنات ما شهيتكم فيه والله العظيم. تنتمنى تجربوه. حاولت نصوروا لكم هكا كيف خرج من الفران. هنايا صافي غادي ناخذوه وغادي نبدا نقطعوه بالشكيلات اللي بغينا. انا قطعته مدور وغادي نبدا غنزين فيه البلاطو ديالي. كي غادي تشوفوا جا غزال، داكشي جا زوين. اول حاجه غنبدا نحيد هذاك الراس الاولاني ونبدا نقطع فيه. شتي تيجي مضول وزوين باقي سخون تيحرق، ما نقدرش نقطعو، هو خصو يتقطع باقي سخون. خديت البلاطو ديالي زينته شويه السلطه، حطيت فيه الزيتون، حطيت مورتاديلا، المايونيز، موطارد، الهريسه، اي حاجه عندكم باش غتزينوها حطيته وبديت تنقطع وتنزين البلاطو ديالي من الجناب. وكان ديجا رافقته مع شويه الخضر مقليه، يعني كانت شهوتي في البطاطا مقليه والفلفله مقليه رافقته بها وجا زوين. كي تشوفوا جا البلاطو غزال. هنايا درت البطاطا اللي قليت ودرت القريعه اللي قليت والفلفله، جا داكشي زوين. وحاولت نبارطاجي معكم هذا البلاطو الزوين. بالنسبه للدجاج البنات جربوه راه تيجي زوين. اي حاجه بغيت تعمروه بها عمروا بها، ما تيهمش بان بالضبط المورتاديلا ولا بالضبط الزيتون، لا غير اي حاجه حتى بالسبيناج بغيت ديروها بالفرماج من الداخل، اي حاجه بغيت ديروها. صراحه تنتمنى هذا البلاطو الزوين اللي جا زوين ما شهيتكم فيه تجربوه وتردوا عليا في الكومنتير. من هذا المنبر تنقول لكم خوتي الغزالين ما تنساوش واحد الكومنتير والله تباركوا على الجرس باش يوصل لكم دائما الجديد ديال كاتي شانيل. والناس جداد اللي ما عمرهم شاركوا في القناه يحاولوا يوركوا على الجرس ويشاركوا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد ديال كاتي شانيل. من هذا المنبر تنحمق عليكم وتنبغيكم شكرا على المشاركه وجزاكم الله خيرا. الى اللقاء، فيديو جديد وحيويه جديده ونشاط جديد ودائما مع كاتي شانيل. مع السلامه. يا لله